ونجم مصري هيلاعب نادي مصري. طبعا دي ارقام محمد صلاح هذا الموسم. راجل برضو عنده شويه كؤوس حلوه كده، يعني واخد الدوري السويسري، واخد الدوري الانجليزي، واخد كاس سويسرا، يعني لعيب كبير في سنتين او في 3 سنين مع في الاحتراف الاوروبي. قدم مستوى رائع وقدر ان هو يصعد بخطوات سريعه ان هو يلعب في نادي زي روما. محمد صلاح الموسم ده بالنسبه له مفصلي في تاريخه، في يعني في حياته المهنيه. ليه؟ ان هو من الاحباط بتاع تجربه تشيلسي لنجم روما الاول هذا الموسم، دي حاجه مش سهله جدا، مش سهله خالص يا استاذ ايهاب. ان هو الراجل حتى يعني لما بنيجي احنا بنشوف له لقطات دلوقتي، ده الراجل ده دلوقتي قدام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو. طبعا ده في لعيبه ما بتعرفش تخش النجيله، يعني في لعيبه تخش انه يخش النجيله. لكن محمد صلاح هنشوف اهداف رائعه جدا. يمكن محمد صلاح يعني جمهور الاهلي ممكن يتضايق مني شويه، لكن هو يبقى اللعيب المصري الثاني اللي لاعب الاهلي مع فريق اوروبي بعد ميدو. ميدو كان لاعب الاهلي مع اياكس وميدو جاب جون، فمحمد صلاح هيلاعب الاهلي مع روما. هنشوف بقى هيعمل ايه. وهو الراجل رجله واخد على الاجوان، فخدوا بالكم يعني شويه، هو ابننا وحبيبنا وكل حاجه، بس عايزين الاهلي يكسب. يعني الماتش يخلص 3-1، لا يكسب 3-1 وهو يجيب جون يعني. رامي بص، رامي وحجازي فاهمينه. محمد تعال محمد الناحيه دي وبعدين ما تقلقش، جيله وبعدين هو اصل هيخلص الماتش ويروح يقابله بعض في المنتخب. ده عنده المعسكر ده بعديها خلاص هيجي ينضم للمعسكر. فاعمل لبكره ابو صلاح. بص لقدام يعني، سيبك من 90 دقيقه دول. لا هو طبعا لعيب احنا فخورين بيه جدا جدا، ولعيب رمز طبعا للكره المصريه، واكيد اضافه كبيره جدا جدا للكره المصريه. محمد صلاح يستحق ان نشوف له كليب ونقول له دايما ربنا يوفقك يا صلاح. لازم طبعا نحتفي بنجم كبير، لاعب مصري كبير جدا اسمه محمد صلاح. لكن زي ما قلت لك ابو صلاح كده، اللي يقول لك عليه رامي واللي يقول لك عليه حجازي تسمعه، لان انت بعد كده رايح في المعسكر وانا مش مسؤول عن اللي هيحصل في معسكر المنتخب. عمر اكيد المواجهات دي مواجهات احترافيه طبعا، احنا بنهزر، ولكن محمد صلاح برضه هيبقى لعيب خطر جدا على دفاع النادي الاهلي. طبيعي. طبعا هيبقى خطر جدا على دفاع النادي الاهلي. وهو ميزه محمد صلاح اللي بينزل الملعب ما بيشوفش قدامه، يعني هو عنده هدف واحد، ان هو يأدي بشكل كويس، ان هو يوصل للمرمى. وهيبقى اهم اسلحه الخطر كمان، خصوصا ان احنا لو قلنا ان ستيفن شعراوي مش هيبقى موجود، فحتى ايا كان البديل اللي هيلعب، سواء كان ايدن جيكو، ده انا استبعده شويه، ممكن يبدا بياجو فالكي لان بيروتي مصاب. حتى لو ايدن جيكو او ياجو فالكي او هتبقى اللعيبه اللي في الملعب في روما بقيه التسعه الباقيين ما عندهمش ثقه غير في صلاح، اللعيب الاساسي بتاعهم.
اللعيب اللي بيلعب معاهم بقاله فتره، اللعيب اللي لسه جايب جون في ميلان، اللعيب اللي لسه واخد احسن لعيب في مباراه ميلان في السان سيرو من 4 ايام، هداف الفريق في الموسم، مساهم في 24 جون مع الفريق هذا الموسم، صناعه غير الاهداف اللي جابها. بالظبط، ربنا يزيدك يا ابو صلاح. 15 هدف و9 اهداف. انا برضو يعني الارقام دي مش مجرد ارقام، لان الارقام دي في الدوري الايطالي ارقام مهوله، ارقام كبيره جدا. يعني لما نبص نلاقي ان محمد صلاح 24 جول مساهمه، باولو ديبالا 29 جول مساهمه، دي حاجه مش قليله. نلاقي محمد صلاح ارقامه معديه عدد من اللاعبين الكبار في الدوري الايطالي، ومعديه عدد من اللاعبين اللي بقى لهم فتره في الدوري الايطالي بيلعبوا بشكل مستمر. فطبعا ده يدل ان محمد صلاح نضج بشكل كبير جدا. بقول لحضرتك ان الموسم ده موسم مفصلي في مسيره محمد صلاح، انه يرجع من احباط تشيلسي وعدم المشاركه، لانه يكون نجم وهداف روما الاول في موسم واحد بس. ده طبعا هيديله ثقه بنفسه بشكل كبير جدا، هيديله صلابه على مستوى الشخصيه. المساحات صلاح قوي، يعني احنا حافظينه، يحب ولاعيبه الاهلي حافظاها، وزمايله في المنتخب حافظينه، لكن هو ما تسيبلوش مساحه خالص. محمد صلاح ومحمد صلاح بقى فيه حاجه عشان تقفل عليه، مش لازم تقفل عليه هو لوحده، تقفل عليه وعلى اللي معاك كوره. لان محمد صلاح يعني ده بجد مش مبالغه، مش في ثانيه بتاعت المصريين، في ثانيه اللي هي الحقيقيه تلاقيه هو الجون. محمد صلاح في ثانيه هتلاقيه هو الجون لو غفلت عنه او لو سبت له المساحه. ان شاء الله ما حدش يغفل عنه. طبعا ده لازم. لكن زي ما بنتكلم على صلاح بقى وانطلاقاته، كلمني بقى، لان كلنا طبعا عارفين طريقه النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي وحافظين النادي الاهلي. كلمني اكتر على الشكل والتاكتكس لفريق روما. الشكل والتاكتكس بتاع فريق روما بيلعب بطريقه يعني شويه فيها ديناميكيه كتير. يعني احنا يعني ده قدامنا، ده تشكيل النادي الاهلي، ده تشكيل وخطه النادي الاهلي. ده تشكيل النادي الاهلي طبعا، والخطه اللي اتكلمنا عليها وقلنا ان مارتن يول بيحب يلعب بيها، اللي هي 4-2-3-1. هو هنا ده التشكيل اللي بدأ بيه مباراة أسوان. ويعني أنا تحديدا اخترت التشكيل ده عشان خاطر تواجد مليك إيفونا. مليك إيفونا هو في رأيي أنا الشخصي طبعا يعني والقرار الأخير لمارتن يول وجهازه المعاون هو الأنسب لمواجهة دفاع زي دفاع نادي روما الإيطالي، بيتميز بالبطء الشديد وسوء التمركز. انطلاقات مليك إيفونا في العمق، خصوصا أن هو لاعب جريء جدا في هذا المكان وفي هذه المنطقة، هيخلي فريق روما عنده قلق كبير جدا وقلق شديد جدا في الحته اللي احنا عايزين نادي الاهلي يلعب فيها، اللي هي الحته اللي في تلت الملعب الاخراني، لتواجد فيها عبد الله السعيد كصانع العاب، مؤمن زكريا، وطبعا هيبقى وليد سليمان بديلا لرمضان صبحي، او العكس في الفلكسبيليتي بتاعت الاداء، هيروح مؤمن زكريا ناحيه الشمال وهيجي وليد سليمان ناحيه اليمين عشان يبقى تحرر عشان رجله تبقى في الملعب بالظبط. الكروسات بين اللاعبين طبعا حسام غالي وحسام عاشور. ال 4-2-3-1 انا عاجبني جدا ان مارتن يول مصمم عليها، كمل عليها لما جه بعد المديرين الفنيين اللي كانوا ماسكين الفريق، سواء كان جوزيه سيرو او كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كمل على نفس الخطه، طور بقى من الاداء الفردي للعيبه. تواجد رباعي خط الظهر بالمنظر ده اداهم نوع من انواع الانسجام، خلى اللعيبه فاهمه بعض بشكل كويس، حتى لو في بعض الفروق البسيطه في الفروق الفرديه او في المهارات الفرديه لبعض اللاعبين، ولكن تكامل خط الظهر خلاهم يقدروا يلعبوا مع بعض بشكل كويس جدا. عايزين نحذر من حاجه بس في النادي الاهلي او في تشكيله فريق النادي الاهلي، وهي التغطيه العكسيه من ظاهرين الجنب، لان هيبقى عليهم شغل كبير جدا ولود كبير جدا مع طرفين او مهاجمين بقى فريق روما. لما نيجي نتكلم على الفلكسبيليتي بتاعت فريق روما هنلاقي ان الطرفين دول عندهم مهمه جدا كبيره جدا، لان كل طرف من الاثنين دول يا استاذ هيلعب ليبرو. كل طرف احمد فتحي وصبري رحيل هيلعب ليبرو على الاثنين المساكين، على عكس الهجمه العكسيه اللي جايه ورا الاثنين مساكين بالظبط. لان روما تحديدا لو اتكلمنا وشاورنا هنا، روما بيلعب في المساحه دي، المساحه اللي ما بين سكه ابو صلاح. ايوه، ابو صلاح بيجي من هنا، والشعراوي كان بيجي من هنا، او بيروتي او ياجو فالكي اللي هيلعب. ما بيلعبش في الحته دي نهائي، هو دايما بيلعب في ظهر ده وفي وش ده، ظهر السيرد باك وفي وش الظهير. فبالتالي لازم لما الكره تتلعب الكروس اللي ما بين خط الظهر او ما بين المدافع والظهير بتاعه، الظهير اللي هناك هو اللي بيبقى جايب وشه، او المدافع الثاني بيقوم بدور الليبرو والتغطيه. ودي اكتر حاجه روما بيعملها بشكل بالظبط. مساك يرحل ورا الظهير، الساك الثاني يخش وفتحي يضم. لازم المنظر ده يبقى موجود، لان لعب روما مش لعب صريح، ما بيلعبش فرود. مش هتلاقي الفرود اللي هنا اللي احمد حجازي يمسكه فيجي رامي ربيعه يغطي عليه فيجي لا، لعب روما لعب مباغت جدا في عمق الدفاعات. وده هنشوف نشوف بقى التاكتكس بالظبط. نشوف روما بعد كده، الصوره اللي بعد كده هنشوف رسمه دي رسمه لعيبه روما على الملعب.
ودي الرسمه عايزين نركز فيها شويه، لان دي الرسمه اللي على الورق. لما هنشوف التنفيذ بقى في الملعب بتواجد اللعيبه نفسهم على ارض الملعب، هنلاقي بقى اللي كنا بنقول عليه او اللخبطه اللي بتحصل في خط ظهر الفريق اللي قدامه عشان التحركات القطريه والعكسيه لثنائي الهجوم اللي هم محمد صلاح وستيفن الشعراوي. هقول لحضرتك على حاجه في التشكيل ده وحاجه غريبه جدا. طبعا ده تشيزني اللي احنا اتكلمنا عليه، فلورنزي مش هيبقى موجود بكره، هيبقى مايكون باذن الله. روديجر، مانولاس، لوكا ديني الفرنسي، دي روسي مش هيبقى موجود بكره، هيبقى مكانه فانكوير. بيانيتش ثم كيفن ستروتمان هيبقى موجود بكره باذن الله. هنا بقى المشكله في الثلاثه اللي قدام دول يا استاذ. رادا نانجولان ده اصلا لعيب خط وسط، مش مهاجم خالص، فبالتالي هو ما بيبقاش متواجد هنا، هو بيبقى متواجد هنا. على بينزل شويه تحت، هيبقى متواجد هنا اهو. تمام. الاثنين التانيين محمد صلاح والشعراوي في اماكنهم دي بالظبط. الشعراوي برده مش هيكون متاح. مش هيكون موجود الشعراوي فعلا، هيبقى موجود مكانه يا اما ياجو فالكي يا اما دييجو بيروتي. هياخد نفس البوزيشن هنا، هياخد نفس المكان ده، هيبقى ياخد نفس المكان ده وفي نفس الحته دي برضه، في نفس المكانين دول. انا مصمم يعني بعاد جدا عن المرمى، فما فيش فرود، مفيش فرق، هم دول اللي هيعملوا لخبطه لقلبي دفاع النادي الاهلي. مفيش شغل من العمق خالص، هو كله من الاطراف. الاطراف بقى المشكله هتبقى في ان ميراليم بيانيتش لما بيجي يمرر لمحمد صلاح او بيجي يمرر للشعراوي او ياجو فالكي البديل بتاعه، ما بيلعبهالوش على طرف من الطرفين، لا بيلعبها له ما بين السيرد باك والباك. فبتبقى في منطقه في منتهى الخطوره طبعا، عشان التحرك القطري للمهاجم ده والتحرك القطري للمهاجم ده. اللي بيعمل الشغل ده ايه؟ كره القدم منظومه. كرة القدم مش لعيب ولا تحرك لعيب ولا تحرك وتمريره. المنظومه اللي بتحصل يا استاذ ايهاب ان لما بتيجي الكره من الديفندر لميراليم بيانيتش، بيبدا ينزل رادا نانجولان ده اللي هو في قلب الملعب، بيبدا ينزل لتحت المساك معاه، بيفرغ كل الحته بتاعت منطقه الجزاء دي، بيروح داخل محمد صلاح، بيدخل ستيفان الشعراوي. وده اللي هنشوفه في الصوره الجايه ان شاء الله معانا، الصوره اللي جايه على طول من مباراه ميلان. بص حضرتك يا استاذ، ده ميراليم بيانيتش، ده محمد صلاح والشعراوي. مفيش مهاجم، مفيش مهاجم خالص، العمق على طول على طول. الاطراف فين بقى رادا نانجولان في القصه دي كلها اللي هو المفروض على الورق فرود؟ نزل خلاص سحبهم مش موجود. عمل عمليه تفريغ لمنطقه جزاء الخصم، عمل عمليه تفريغ لمنطقه دفاعيه، المنطقه الدفاعيه موضحه الموضوع بالكامل بالظبط. هنشوف الصوره اللي بعديها هنلاقي بقى صلاح راح فين، الكره اتلعبت خلاص. الصوره اللي بعديها هنلاقي ان الكره اتلعبت، محمد صلاح وصل هو والجول. السروت لعب ما بين المدافع والظهير، لان شفنا محمد صلاح جاي منين، هو ما كانش جاي من العمق، هو جاي من الطرف. انت كده بتلعب في ظهر المدافعين، في ظهر في وش صبري بالظبط، في وش صبري وفي ظهر حجازي، وفي ظهر حجازي بالظبط، او في وش احمد فتحي وفي ظهر ربيعه. تمام، ده الشغل اللي بيحصل، ده الشغل اللي بيعمله روما. والعمق خلاص، وده الراجل اللي جاي طالما اتلعبت من ناحيه الطرف بيقوم داخل على طول، عامل فيها المهاجم الثاني بالظبط. يخش هنا نبدا نشوفهم اتنين روس حربه داخل منطقه الجزاء، لكن هم ما بيبقوش، والكره بتتلعب في قلب الملعب او في عمليه التحضير بتاعه الهجمه، ما بيبقوش في منطقه الجزاء اطلاقا. وده برضو هنشوفه في الهدف الثاني في نفس المباراه اللي احرزه ستيفان الشعراوي. احنا شفنا هنا هدف لمحمد صلاح، بنشوف بقى الهدف الثاني. ده المعلم الكبير قوي ميراليم بيانيتش، ده اللي معاه الكوره ميراليم بيانيتش، ده لوستا، ده رادا نانجولان اللي هو المفروض على الورق هو هينزل ياخدها، ما هو هو بيجهز نفسه، بص ساحب نفسه نازل. ده محمد صلاح وده الناحيه الثانيه اهو موجود اللاعب ستيفان الشعراوي. تمام ستيفان الشعراوي اهو موجود قدامنا، رادا نانجولان ثم محمد صلاح تحت، وادي ميراليم بيانيتش معاه الكره في امام منطقه جزاء نادي روما. انا مصمم ان احنا نبص الصوره اللي بعديها. بص بقى حضرتك يا استاذ، رادا نانجولان كان هنا، بص نزل فين؟ طبعا عمليه التفريغ. الكره منظومه، الكره بقى طلعت من رجل ميراليم بيانيتش رايحه لمين؟ لستيفان الشعراوي، الراجل اللي كان جاي من تحت متحرك فين اللي بقى؟ فوق نازل واللي تحت اتحرك، واللي جاي بالكره حطها للي جاي من تحت. بس هنا برضو عمر دخلوا في العمق، هي دي بقى اللي يعني عكس بقى السكه بتاعتهم. لا هو لعب هنا ما بين المدافع وما بين السيرد باك، ما بين الباك وما بين السيرد باك، في المساحه اللي ما بينهم هما الاثنين. لعب ما بين السيرد باك والباك في المساحه اللي ما بينهم هما الاثنين، لكن طلب الكره بيبقى في العمق. لكن في حاجتين في التحرك الهجومي. التحرك الهجومي بيبقى ستارتنج بوينت اللي هي بتبقى من الطرف، ثم الفينيشنج بوينت دي اللي بتبقى في العمق.
الستارتنج بوينت بتاعت ستيفن الشعراوي ومحمد صلاح من على الطرف ما بين المدافع وكده كده ستيفن الشعراوي مش هيلعب المباراه، مش يعني احنا بنتكلم على اللي هيبقى مكان او ياجو فالكي، لكن هيلعب بنفس، انت بتتكلم بنفس الفكر، بنفس الفكر ده، يعني هيبقى بنفس الشكل ده اللي هو اتحرك من ناحيه الشمال. الستارتنج بوينت بتاعته لو شفناه سمير بعد اذنك الصوره اللي فاتت ثانيه واحده، الصوره اللي فاتت ثانيه واحده بس هنوضح حاجه، ان هو الستارت اهو هنا الستارتنج بوينت بتاعته ازاي من على الطرف. هو طلب هنا الكره، هي الكره هنا اهو، هو طلب الستارتنج بوينت بتاعته من على الطرف. نكمل يا سمير نفس الصوره اللي كانت موجوده، ده طلبها هنا الفينيشنج بوينت بتاعته في العمق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو بدأ من على الطرف ما بين المدافع وما بين الظهير وطلب الكرة في العمق. نكمل الصورة اللي بعديها هنلاقيه استلم فاضي، استلم فاضي تماما داخل منطقة الجزاء، نفس اللي عمله محمد صلاح في الجون الاولاني لما كانت الستارتنج بوينت بتاعته من ناحية اليمين، ثم وصل ان هو انفراد تام بالمرمى امام حارس مرمى ميلان دوناروما. الناحيه الثانيه عملها برضو ستيفن الشعراوي بان هو بدا الستارتنج بوينت بتاعته من ناحيه الشمال ثم انهى الفينيشنج بوينت بتاعته داخل منطقه الجزاء بمفرده تماما. هي دي النقطه وهي دي الثغره اللي بيلعب عليها فريق روما، والفلكسبيليتي بتاعت الاداء بتاع لوتشيانو سباليتي. الاربعه المهمين جدا ميرالين بيانيتش، محمد صلاح، رادا ناينجولان، وستيفن شعراوي. ستيفن شعراوي مش هيبقى موجود بكره. هو طبعا ستيفن شعراوي مش هيكون موجود. كمان اليساندرو
طبعا مش هيكون موجود، ودانيلي دروسي طبعا دول اللي استدعاهم للمنتخب الايطالي، وكمان هيبقى غياب الالماني انطونيو رودريجر، وطبعا بطولته بمعسكر طبعا بلاده لليورو، وطبعا تشيزني الحارس المميز يعني ممكن يكون مش موجود في حاله اصرار يعني ارسن فينجر اللي هو ما يمدش عارته، وانت قلت ان شاء الله ممكن يمد عارته، هنشوف الكلام ده. لكن لو اختلفت الاسماء وظائف اللعيبه والطريقه واحده. هو في 3 لعيبه من اللي اعلنوا رسميا، في 3 لعيبه احنا قايلينهم اصلا. هو روديجر مش هيبقى موجود، هيبدا مكانه مدافع اخر، مش هيبقى موجود تشيزني، هيبقى موجود مكانه مورجان دي سانتس. لكن التركيبه بتاعه فريق روما هتفضل زي ما هي، هيفضل الشكل التكتيكي للفريق زي ما هو، الجو الاتموسفير اللي بيعمله لوتشيانو سباليتي ان الفريق يمشي على نفس او على ذات النهج بتاعه ايا كانت الاسماء، هو ده اللي مخليه محافظ على ادائه طوال فتره تولي لوتشيانو سباليتي المسؤوليه خلفا لرودي جارسيا. الفلكسبيليتي اللي بيعملها في الناحيه اللي قدام والتحركات القطريه هتشكل صعوبه شديده جدا جدا على دفاع النادي الاهلي. السؤال الاخير ليك يا عمر، مارتن يول يواجه سباليتي ازاي؟ يفكر معاه ازاي في الملعب؟ اهم حاجه لما تلاعب فريق زي روما العب بشخصيتك. لازم النادي الاهلي هو اللي يفرض اسلوبه. صعب الموضوع لفرق مش سهل طبعا. طبعا لكن النادي الاهلي لو حاول ان هو يجاري روما باسلوب روما هيتعب كتير جدا جدا. مارتن يول لازم هو اللي يفرض اسلوبه على نادي روما، وفرض الاسلوب مش شرط ان هو يمسك الكوره، يعني مش شرط ان هو يتحكم في الكوره يبقى عنده لا، فرض الاسلوب ان هو يخلي روما بدل ما بيلعب على الطرفين يلعب في العمق مباشره، يخلي روما بدل ما هو بيلعب الكره اللي ما بين قلبي الدفاع انه يبدا يلعب على اللعب عرضي. لازم النادي الاهلي هو اللي يفرض اسلوبه على نادي روما وعلى لوتشيانو سباليتي حتى يخرج الفريق بنتيجه ايجابيه، وده طبعا عهد النادي الاهلي ودرب النادي الاهلي مع كل المباريات اللي بياخدها سواء كانت وديه او رسميه. اشكرك طبعا زميلي المتالق دائما ناقدنا الرياضي عمر عبد الله على حلقه مميزه جدا وتحليل وافي وشافي عن فريق روما. شكرا يا عمر. انا اللي بشكر حضرتك يا استاذ ايهاب، وبشكر كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، واتمنى باذن الله مباراه تليق بالنادي الاهلي غدا باذن الله امام روما، والتوفيق باذن الله يبقى يعني حليف النادي الاهلي ان شاء الله. كل الشكر لعمر عبد الله، كل الشكر لحضراتكم اللي متابعينا على مدار ساعتين في حلقه خاصه جدا من حلقات الخبر، وطبعا ليله مباراه الاهلي وروما بكره ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي امام روما، مباراه قويه جدا. كل الشكر لفريق العمل بالكامل، مخرج المتميز سمير عكاشه وفريق الاعداد بقياده محمود سعيد، ونشوفكم على الف خير ان شاء الله. الاهلي يقدم مباراه جيده ومع الف سلامه، ونشوفكم على الف خير.